هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعي الكرام متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الاثنين 19 من أكتوبر. كما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، وضمن برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث. نتناول في الجزء الأول تطورات الأحداث الدامية في ولاية كسلا السودانية، أما في الجزء الثاني فنقدم لكم الإجراءات التي تتخذها الحكومات الأوروبية لمكافحة الموجة الثانية من وباء كورونا في أوروبا. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. الحكومة السودانية تعلن حالة الطوارئ في كسلا. مصر تجدد مواقفها من سد النهضة. الجيش الصومالي يؤكد مقتل عدة مقاتلين من حركة الشباب المجاهدين. أخيرا، القبض على مهرب للبشر من المطلوبين للبوليس الدولي. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. قال المتحدث باسم الحكومة السودانية وزير الإعلام فيصل محمد صالح بأن الحكومة السودانية تعلن حالة الطوارئ في كسلا بعد مقتل 7 مدنيين وعسكري نظامي، وتوقع عودة الهدوء والنظام إلى الولاية. وأثار البيان استياء ناشطين حيث وصفوه بأنه لم يكن موفقا في سرد ما حدث في الولاية، وأن البيان برر للعسكر استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين. وكان يوم الخميس الماضي يوما داميا في الولاية، حيث راح ضحية إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين 7 ضحايا من بينهم أطفال. للمزيد حول هذا الموضوع تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث. جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التأكيد على الثوابت المصرية بشأن سد النهضة، خاصة فيما يتعلق باستئناف المفاوضات الثلاثية لبلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل كما قال. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا. وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي إلى أن الاتصال تناول تطورات ملف سد النهضة، وذلك في ضوء رعاية الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب أفريقيا للمفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، إضافة إلى التباحث حول بعض الموضوعات الثنائية بين البلدين. على صعيد آخر، كان الرئيس الإريتري إسياس آفورقي قد زار سد النهضة في زيارته إلى إثيوبيا والتي استمرت 3 أيام، واعتبر الجهات بأن زيارة الرئيس الإريتري إلى السد تمثل دعما لوجهة النظر الإثيوبية ضد القاهرة الحليف المقرب من أسمرا. قال مسؤول عسكري أن ما لا يقل عن 13 جنديا قتلوا بعدما هاجم الجيش حركة الشباب المتشددة في غابة ومزارع قريبة من منطقة أفغوية شمال غربي العاصمة مقديشو. وقال المقدم محمد علي لوكالة رويترز: خرجنا من منطقة أفغوية وهاجمنا الشباب في المزارع خارجها، واصفا أحداث يوم الأربعاء في المنطقة الواقعة على بعد 30 كيلومترا من مقديشو. وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية للحركة: قتلنا 24 جنديا وفر الباقون. وعادة تتضارب أعداد الضحايا التي تعلنها الحكومة والحركة كل من جانبهما، وتقاتل حركة الشباب منذ عام 2008 للإطاحة بالحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليا. الجدير بالذكر بأن الفترة الأخيرة شهدت تزايدا لنشاط الجيش الصومالي ضد الحركة في عدة مواقع، وتتضارب الأنباء حول المواجهات بين الحركة والحكومة. ألقت السلطات الليبية في العاصمة طرابلس القبض على عبد الرحمن ميلاد المطلوب لدى البوليس الدولي الانتربول بتهمة تهريب البشر. وأعلنت الحكومة المعترف بها دوليا إلقاء القبض على ميلاد المعروف بلقب بيجا بناء على اتهامات وجهتها النيابة العامة إليه تتعلق بالإتجار بالبشر وتهريب مهاجرين وتهريب الوقود.
وأصبحت ليبيا ممرا للمهاجرين إلى أوروبا في السنوات الأخيرة بسبب الفوضى التي شهدتها عقب الإطاحة بالزعيم معمر الغزافي عام 2011. وقالت منظمات حقوقية أن المهاجرين يواجهون سوء المعاملة وانتهاكات حقوق الإنسان، وهي تقارير مؤكدة. وأشادت جمعيات حقوق إنسان ولاجئون بإلقاء القبض على عبد الرحمن ميلاد، واعتبرته انتصارا للعدالة خاصة مع سجله الأسود في مجال تهريب البشر وسوء معاملتهم. بهذا الخبر من طرابلس مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. الحكومة السودانية تعلن حالة الطوارئ في كسلا. مصر تجدد مواقفها من سد النهضة. الجيش الصومالي يؤكد مقتل عدة مقاتلين من حركة الشباب المجاهدين. القبض على مهرب للبشر من المطلوبين للبوليس الدولي الانتربول. استمعتم فيما مضى مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة إرنا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، ونخصص الجزء الأول للتعليق على العنف غير المسبوق في ولاية كسلا، والذي أدى إلى قتل 7 متظاهرين بالذخيرة الحية لقوات الأمن السودانية، ونتناول معكم مسببات الأزمة الراهنة ومآلاتها المستقبلية. أما في الجزء الثاني وعبر تقرير خبري للBBC نرصد معكم الموقف الأوروبي من الموجة الثانية من فيروس كورونا، والتي تهدد القارة الأوروبية بموجة عنيفة وجديدة من الوباء. فأهلا وسهلا بكم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ونبدأ معكم جولتنا من الخرطوم، ونتناول وجهة النظر الحكومية الرسمية لما حدث في كسلا على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير فيصل محمد صالح، ثم نعلق معا على الأحداث، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح عودة الهدوء لمدينة كسلا بعد الأحداث التي وقعت فيها، والتي راح ضحيتها 8 أشخاص بما فيهم أحد أفراد القوات النظامية. وقال فيصل الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه تم إعلان حالة الطوارئ في ولاية كسلا لمدة 3 أيام يتوقع فيها أن تعود الأمور لنصابها في المدينة. وأوضح في تصريح صحفي من داخل مجلس الوزراء مساء يوم الخميس الماضي أن الأحداث تطورت بعد إعلان إقالة الوالي وتسيير مجموعات من الرافضين للقرار مسيرة تمت مخاطبتها في ميدان الجمهورية. وكان الاتفاق أن ينفض التجمع مع الاحتفاظ والاحترام لحق الجمهور في التجمع والتظاهر السلمي، إلا أن بعض المتظاهرين اتجهوا نحو رئاسة الحكومة لاحتلالها واحتلال وتتريس الكوبري في مدينة كسلا كما قال. وأشار كذلك إلى أن قوى مشتركة من الشرطة والجيش والدعم السريع كانت تتولى حماية هذه المنشآت. دخلت مع هذه المجموعات في اشتباكات، ومع الأسف الشديد راح ضحيتها حوالي 8 أشخاص في كسلا، 7 من الأشخاص مدنيين، وقتل واحد من أفراد القوى المشتركة برصاص أطلق عليه من مكان ما. نسأل الله لهم الرحمة جميعا ونعزي أسر الضحايا. وأضاف الوزير فيصل محمد صالح القول أن النيابة بدأت التحقيق في الأحداث التي وقعت في كسلا، بينما تواصل الحكومة الاتصالات والحوار لامتصاص التوتر. وأكد كذلك بأن الحكومة في شقيها التنفيذي والسياسي كانت في حالة اجتماعات مستمرة ولقاءات مع أطراف مختلفة يقوم بها مجلس السيادة ومجلس الوزراء مع المكونات المختلفة ومع قوى الحرية والتغيير لامتصاص التوتر والآثار السلبية التي بدأت تدب في كسلا بعد انتشار خطاب النعرات القبلية واستغلال البعض للوضع المتوتر في شرق السودان. وأضاف قائلا: الحكومة حريصة جدا على احترام حق التظاهر والتجمع السلمي، وهو حق أصيل انتزعته الجماهير بحركتها وثورتها، ولا أحد يستطيع أن ينزع هذا الحق من الجماهير.
ولكن في نفس الوقت الحكومة والأجهزة الأمنية المختلفة تعمل على حراسة المنشآت الاستراتيجية حتى لا تتضرر حياة المواطنين ولا يتأذى مواطنون. وأشار كذلك إلى أن التحريض العنصري والقبلي المتكرر أدى إلى وقوع هذه الاشتباكات. وقال أن رئيس الوزراء استمع إلى تقرير من رئيس جهاز المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية وتواصل مع رئيس جهاز الشرطة وتلقى تنويرا عما حدث. وعبر فيصل محمد صالح عن أمله في أنه بعد نهاية حالة الطوارئ التي أعلنت لمدة 3 أيام أن يعم الهدوء وأن تنجح المساعي في أن يظل التعايش بين مكونات شرق السودان موجودا، وأن يكون هناك احترام متبادل بين المكونات القبلية والاجتماعية، وهي كيانات سودانية محترمة ولها تاريخ مشترك من التعايش السلمي. وأكد كذلك أن الحكومة ستوالي متابعة الأحداث في شرق السودان بشكل عام وتوالي الاتصالات والحوارات، وهي تعلي من شأن الحوار والتفاوض كوسيلة أفضل لحل هذه الإشكالات وامتصاص هذه التوترات والحفاظ على الأوضاع الأمنية هادئة. وقال الوزير أن النيابة بدأت تحقيقا حول الأحداث وحول الذين راحوا ضحية لها لمعرفة المتسببين فيها من كل الأطراف، سواء القوى المسؤولة من الأجهزة الأمنية أو المجموعات السكانية المختلفة، وهي التي تحدد المخطئين وتأخذهم إلى العدالة. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. كانت هذه مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام وجهة النظر الرسمية للحكومة السودانية، والتي عبر عنها الناطق الرسمي باسمها وزير الإعلام والثقافة فيصل محمد صالح. وضمن متابعتنا للصحف السودانية ومواقع التواصل الاجتماعي نجد أن بيان الوزير أثار سخطا كبيرا في أوساط بعض الصحفيين والنشطاء، حيث اتهم الوزير بعدم القدرة على انتقاء المفردة المناسبة، وهو الناطق الرسمي باسم الحكومة، لاستخدام كلمة احتلال في محاولة لوصف المتظاهرين ورغبتهم في الاستيلاء على بعض المواقع الرسمية، وهو ما نفاه بعض المشاركين في المظاهرة. وتساءل العديد من الناشطين عن سبب استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، رغم أن كسلا شهدت من قبل مظاهرات تم فيها سد الطرق وحرق الأسواق والتجمع بكميات كبيرة وإعاقة الحركة، ولكن لم يتم استخدام الرصاص في تفريق المتظاهرين. وأشار الكثيرين بأن استخدام الرصاص الحي هو استهداف على الهوية، باعتبار أن المتظاهرين أساسا من البني عامر والحباب الذين يناهضون قرار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إقالة الوالي صالح عمار والمحسوب على هذا المكون في شرق السودان. هذه إذاعة إرينا. يعتبر استخدام الذخيرة الحية قمة التصعيد في النزاع والتوتر الذي تشهده ولاية كسلا منذ قرار رئيس مجلس الوزراء تعيين الولاة الجدد لولايات السودان المختلفة وتعيين مرشح حركة قوى الحرية والتغيير صالح عمار واليا لولاية كسلا. وبدأت بالمقابل حملة مناهضة لتعيينه في الولاية يقودها زعيم قبائل البجة ومناهضته للتعيين واستنفاره للبجة في مواجهة ضد البني عامر تطورت إلى مواجهات راح ضحيتها عدة أفراد من الطرفين. خرج الأمر من مجرد تعيين والي جديد إلى حالة استقطاب قبلي تبودلت فيها الاتهامات، خاصة اتهامات لبني عامر بأنهم وافدين على السودان وأن عليهم العودة إلى مسقط رأسهم في إريتريا كما سارت الحملة. وبينما يظهر المكونين القبليين الكبيرين في مواجهة الصراع، وبينما يكون تعيين وإقالة والي كسلا هو الموضوع، تلعب عدة أطراف في إذكاء نار الفتنة في المنطقة دون اعتبار للدماء التي تسيل، لأن الدماء التي تسيل من البني عامر والبجة والنوبة هي في الأخير خسارة بشرية لا تقدر بثمن لهذه المكونات التي عاشت وتعايشت في هذه الأراضي لعقود طويلة في سلام وطمأنينة. ولم يزعزع هذا التعايش والسلم الاجتماعي إلا أصحاب الأغراض وتدخل أصحاب الأغراض السياسية بشكل خاص. فهناك من يريد تعويق كل جهود الحكومة مهما كان الثمن، حتى ولو كان دما مسفوحا. والحكومة نفسها في الخرطوم بشقيها المدني والعسكري ليست أحسن حالا ولا أفضل تدبيرا في معالجة الأمور بالحكمة، فهي مقسومة بين مدنيين غير مباليين ولا مكترثين إلا بالمناصب، وعسكر لا يجدون التعامل الأمني المحترف مع الأزمات،
لأنهم جزء أصيل منها وهم يصوبون النار على أقدامهم. وبين هذا وذاك تتدخل أطراف خارجية لها مصلحة كبرى في اشتعال الأوضاع وإسالة الدماء حتى تتأكد وتترسخ مصالحها. وللأسف إن الجميع مدرك لدور هذه الفئات المخربة، ولكن الجميع أيضا وللأسف يعمل على تنفيذ مخططاتها، والضحية في الأخير السودان ومواطنه المغلوب على أمره. ولتأكيد ذلك يمكن رؤية أن أحداث كسلة والقتل المتعمد للأبرياء لم يكن الأول، ففي دارفور ومناطق أخرى سالت دماء قبلها ولم يكترث لها أحد، وظلت حكومة المركز توجد المبررات لعجزها وفشلها، وهو عين ما تفعله الآن، رغم ما تقول أنها تسعى إلى التحقيق في الأحداث الأخيرة في كسلة بشكل خاص. لكن هل أدت التحقيقات في الجرائم السابقة في مناطق أخرى إلى شيء؟ بالطبع لم تؤدي إلى شيء ولن تؤدي إلى شيء كذلك. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. إن صوت الحكمة والعقل يقتضي تغليب الصالح العام وحقن الدم وعدم توظيف التراكيب الاجتماعية في تحقيق الأهداف السياسية المرحلية مهما كانت التكاليف من خراب ودمار، لأن محصلة هذا النوع من التوظيف دمار شامل وهادر كالسيل سوف يجري في طريقه الضحية والجلاد معا نتيجة لوقوفهما في مجرى السيل الهادر. وتحكيم صوت العقل وحقن الدماء وتغليب المصلحة الكبرى على المكاسب الآنية هو المخرج الوحيد، ليس من أزمة كسلة فحسب، ولكن من أزمات السودان كله. استمعتم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام في الجزء الأول من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث إلى متابعة للأحداث الدامية في كسلة خلال يوم الخميس الماضي وموقف الحكومة منها ومآلات هذا الصراع. هذه إذاعة إرينا. أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، وأقدم لكم في الجزء الثاني تقريرا من الBBC وهو تحت عنوان أوروبا في مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا. فأهلا وسهلا بكم مجددا. فرضت القيود في كامل الدول الأوروبية لمكافحة فيروس كورونا، حيث سجلت فرنسا 30,000 إصابة جديدة بفيروس كورونا قبيل فرض حظر التجوال ليلا في باريس و8 مدن أخرى. وكانت السلطات الصحية الفرنسية قد أكدت الخميس الماضي إصابة 30,621 شخصا بالفيروس مقابل 22,591 في الأسبوع الماضي. وقالت منظمة الصحة العالمية من جانبها أن القيود الصارمة ضرورية جدا من أجل إنقاذ أرواح الناس، وطالبت الحكومات الأوروبية الملايين من سكانها بالخضوع للقيود الجديدة، بينما تجتهد السلطات في مكافحتها للموجة الثانية من الفيروس. وكان محافظ لندن قد فرض قيود جديدة في بريطانيا تمنع اختلاط الناس داخل البيوت والمطاعم والحانات في لندن، وتشمل هذه الإجراءات الجديدة مناطق أخرى في بريطانيا. إلى جانب فرنسا، سجلت ألمانيا وبولندا وإيطاليا هي الأخرى أكبر ارتفاع في الإصابات الجديدة منذ بدء الاختبارات الواسعة. وأعلنت روسيا من جانبها عن أكبر عدد في الوفيات اليومية منذ انتشار الفيروس، إذ لقي 268 شخصا حتفهم بسبب فيروس كورونا. وحضت منظمة الصحة العالمية الحكومات الأوروبية على التحرك واتخاذ إجراءات، لأن عدد الوفيات في القارة تجاوز عتبة 1000 يوميا. هذه إذاعة إرينا. ما الذي يجري في فرنسا؟ أعلن الرئيس مانويل ماكرون قيودا جديدة بعد تسجيل ارتفاع في الإصابات اليومية في البلاد، حيث بدأ من يوم الجمعة الماضي بفرض حظر على سكان باريس وضواحيها و8 مدن أخرى من بينها مارسيليا وليون تمنع الخروج من البيوت من 9 ليلا إلى 6 صباحا إلا بسبب مقبول، وذلك لمدة 4 أسابيع على الأقل.
وقال ماكرون أنه يريد أن يرى عدد الإصابات اليومية ينخفض إلى 3000 حالة. وقال رئيس الوزراء جون كاستكس أن الشرطة ستراقب الالتزام بحظر التجوال، ولكن سوف يسمح للناس بالذهاب إلى العمل أو المشافي أو الصيدليات. وكانت الشرطة الفرنسية قد داهمت يوم الخميس منازل مسؤولين في الحكومة وقطاع الصحة في إطار تحقيق يبحث في طريقة التعامل مع انتشار فيروس كورونا. وتعرضت الحكومة لانتقادات بسبب نقص في المعدات والتأخر في إجراءات الوقاية. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ما هو مستوى الخطورة في أوروبا؟ قال الدكتور هانس كلوغ من دائرة شؤون أوروبا في منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي أن معدل الوفيات الآن أقل 5 مرات مما كان عليه في مارس الماضي وأبريل عندما اجتاح المرض أوروبا أول مرة. وأوضح أن من بين أسباب ارتفاع عدد الإصابات هو أن عددا متزايدا من الشباب يحملون الفيروس، ويبقى معدل الوفيات أقل مما كان عليه لأن الشباب أقل عرضة للوفاة من الفيروس مقارنة بالمتقدمين من السن. ولكنه أوضح أن مسار المرض في القارة لا يدعو إلى الاطمئنان، وقال لو أن الحكومات رفعت القيود فإن انتشار الفيروس سيؤدي في حلول يناير المقبل إلى معدل وفيات أكبر 4 أو 5 مرات من المعدلات المسجلة في أبريل الماضي. ولو أن 95% من الناس ارتدوا الأقنعة والتزموا التباعد الاجتماعي فإن أوروبا سوف تتجنب وفاة 281 ألف شخص بحلول فبراير المقبل. وقال أن الحكومات مطالبة بالتفكير في الصحة النفسية والعنف الأسري عندما تفرض القيود، كما عليها أن تبقي المدارس مفتوحة. ودعت المفوضية الأوروبية الحكومات إلى بدء استعداداتها وتنسيق جهود التتبع والاختبارات واللقاحات المحتملة. وتسارع انتشار الفيروس في أوروبا في الأسابيع الماضية بعد ارتفاع عدد الإصابات في أغسطس وسبتمبر، وتضاعف عدد الإصابات في التشيك التي سجلت أكبر زيادات في أوروبا ليصل في أكتوبر إلى 139,290 إصابة. هذه إذاعة إرينا. كيف فرضت القيود الجديدة؟ في بولندا حددت الحكومة مناطق حمراء تغلق فيها قاعات الرياضة والمدارس بما فيها العاصمة وارسو. في إيطاليا تقرر إغلاق المدارس لأسبوعين في منطقة كامبانيا الجنوبية بما فيها مدينة نابولي. التشيك أيضا قامت بإغلاق المدارس والحانات، ولكن الإصابات لا تزال في تزايد. وقالت الحكومة أنها شرعت في بناء مستشفى ميداني للمصابين بفيروس كورونا، ودعت الأطباء العاملين في الخارج إلى العودة إلى البلاد. وتقرر في ألمانيا الإغلاق المبكر للحانات والمطاعم في المناطق الأكثر خطورة، وسجلت البلاد 6638 حالة يوم الخميس الماضي، وهو الأعلى منذ انتشار الفيروس. أما في البرتغال قررت الحكومة منع تجمع أكثر من 5 أشخاص، كما حددت حضور حفلات الزفاف ب50 شخصا. أما الحفلات في الجامعة فأصبحت ممنوعة منذ يوم الخميس. وقال المسؤولين في إقليم كاتالونيا الإسباني أن المطاعم لن تفتح إلا لإعداد الوجبات ليأخذها الزبائن معهم، وتخفض قاعات الرياضة والمؤسسات الثقافية استقبالها بنسبة 50% والمتاجر إلى 30%. وأغلقت هولندا جميع المطاعم والحانات والمقاهي منذ 14 من أكتوبر، بينما منعت استقبال أكثر من 3 ضيوف في وقت واحد في البيت. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام في الجزء الثاني للتدابير التي تتخذها الحكومات الأوروبية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا عبر تقرير خبري للBBC. وبهذا نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا لهذا اليوم، وأذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مجددا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم تحياتي محدثكم فتح عثمان وزملائي في الإذاعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.